احمد ربيع بيطلب حاجه من زمايله وبالفعل بينفذوها ويسجلوا منها الهدف الاول. يا ترى ايه هي؟ وتعليمات من الجهاز الفني لعمرو ناصر، بس هو كمان كان ليه طلبات. ومشاده في الملعب بين عمر جابر وناصر ماهر، يا ترى ايه تفاصيلها؟ كل ده في كواليس ماتش الزمالك وغزل المحله. تعالوا نشوف. الزمالك لرد الاعتبار والمحله بيجمع نقط في الدوري. بدأت المباراة ومدرجات الدرجة الثالثة لنادي الزمالك كانت شبه فاضية. الزمالك بتشكيل مختلف فيه عناصر جديدة لمحاولة مصالحة جماهيره قدام المحلة اللي بنفس طريقة لعبه، حذر وترقب في الدفاع والاعتماد على المرتدات، مع وجود بعض تعليمات خاصة من علاء عبد العال ليحيى زكريا انه يتبع نفس طريقة كوكا الاهلي مع اخوان بيزيرا. وده لان كابتن علاء كان فاهم اهمية بيزيرا في الملعب، بس الظاهر كده فيريرا ما يعرفش ده، لان تجميع اللعب لنادي الزمالك كان في الغالب بيبقى ناحية الشمال عند احمد شريف. بعد مرور 15 دقيقة جماهير الوايت نايتس بتحضر المباراة بعد ما كانوا متأخرين في الوصول للاستاد. مع أول تواجد لأحمد ربيع الكل لاحظ إنه مكسب كبير لنادي الزمالك، لاعب مميز وظهر بمستوى عالي خصوصا جنب أحمد حمدي اللي شكل معاه ثنائية في نص الملعب. كان واضح جدا ان لمسات بتزيرا بتشكل خطوره على مرمى المحله، فكان من غير الطبيعي لما يفضي نفسه اللعيبه ما تبصيش ليه. والاغرب كمان ان ده حصل اكتر من مره وقدام فيريرا، بس ما فكرش انه يتدخل مره واحده، كان حاطط ايده في جيبه طول الماتش. حتى الضربات الركنيه واضح انها بتتلعب بعشوائيه، الكره دي طلع فيها احمد ربيع ولعبها كده. علشان كده احمد ربيع بيطلب من زمايله في الكره دي ان هم يعملوا له بلوك على لعيبه المحله علشان يعرف يطلع للكره لوحده، فطلب من محمد اسماعيل انه يطلع يقابل لعيب المحله اللي كان طالع يمسكه. ايوه هو ده، وبتنجح فعلا خطته وبيحرز الزمالك الهدف الاول عن طريق احمد ربيع. الجهاز الفني كان بيدي تعليمات لعمرو ناصر ان هو يكون موجود دايما في العمق، وهو كان رده ان هو بيقابل اتنين ولازم يبلغوا احمد حمدي انه يضغط معاه، وهو كمان بنفسه راح وبلغ ناصر ماهر بالكلام ده. ينتهي الشوط الاول وجماهير الزمالك كانت بتوجه رساله لفيريرا قبل ما يدخل غرفه الملابس. دونجا في لقطه رائعه كان اول واحد يروح يهني احمد ربيع بادائه وبالهدف اللي سجله. جمهور الزمالك علشان عارف سيناريوهات الماتشات بتاعته فكان بيوجه هتافه دايما لفريرا مع بدايه الشوط الثاني انه لازم يهاجم وما يخافش.